مساء الخير عليكم. معاكم قناة ويكان. هنبدأ معاكم النهاردة أول درس في كورس صناعة المحتوى. في الأول اللي ما يعرفونيش وأول مرة يتفرجوا عليا، أنا اسمي أشرف عبده، أنا راجل مؤلف. ممكن تخشوا على الجوجل وتكتبوا المؤلف أشرف عبده، هتعرفوا إن أنا ليا أعمال كتير جدا. عامل كتاب فيه 15 مسرحية، أنا ليا مؤلفات تخطت ال 120 نص مسرحي. عامل سكريبتات لبرامج كتير، عامل أفلام قصيرة، عامل بقالي فترة كبيرة جدا، يعني من سنة 97 وأنا في مهنة الكتابة، بكتب في كل الأنواع. ومؤخرا لما لقيت ان المستقبل كله رايح للميديا ورايح للشاشه الصغيره اللي قدامنا ديت، فاتجهت ان انا اكتب السكريبتات وابدا اعرضها. بس فوجئت بمشكله ما عند ناس كتير جدا، خصوصا اليوتيوبر اللي هم مشهورين، اللي كانوا بينزلوا حلقتين ثلاثه في الاسبوع، فجاه بقوا ينزلوا حلقه في الاسبوع، فجاه بقوا ينزلوا حلقه كل اسبوعين. فلما تواصلت معاهم لقيت ان المشكله الوحيده عندهم هو ان مفيش سكريبت، ومحدش بيكتب لنا سكريبت. مع ان يا جماعه المستقبل زي ما قلت لكم، وان الفتره الجايه الشغل كله هيبقى على الميديا، فمحتاج صناع سكريبت. الموضوع ممكن يبدو ليك صعب، ولكن لو احنا خدناه مع بعض بالراحه ولقيناه سهل هيبقى كويس جدا معاك. بس محتاج ممارسه، محتاج تكتب كتير جدا جدا وتتمرن، وهتلاقي نفسك ان اول سكريبت مختلف تماما عن السكريبت اللي بعديه. طيب، يلا نخش على طول عشان ما اطولش عليكم وتحسوا ان الفيديو طويل. عشان اكتب السكريبت بتاعي محتاج حاجه واحده بس. ايه هي؟ محتاج ان انا اعرف الموضوع اللي هكتب عنه ايه هو. ما انا مش هقعد امسك الورقه والقلم كده واقعد وانا مش عارف هكتب ايه. مهم جدا اعرف الموضوع بتاعي. لو انا اللي هقدم المحتوى، اشوف انا بفهم في ايه، اشوف حاجه انا فاهمها. مش الاقي محتوى نجح على اليوتيوب فاقول اقلده وانا مش فاهمه، او ممكن عشان هياخد معايا وقت كبير جدا عشان اتفرج على فيديوهات وابحث وافهم. فالاسهل ليك ان انت تبدا بالحاجه اللي انت بتفهمها. زي ايه مثلا؟ يا عم انت لو بتفهم في الكوره حلوه، خلاص اتكلم عن الكوره. بتفهم في التاريخ، اتكلم عن التاريخ. بتفهم في السياسه، اتكلم عن السياسه. بتفهم في الجغرافيا، اتكلم عن الجغرافيا. بتفهم في الظواهر الخارقه وبتحب تقرا الحاجات البوليسيه، اتكلم عنها. بتحب الرعب وبتحب الجو ده كله، عندك قصص كتير رعب ممكن تجيبها وتعرضها. تمام. عندك حاجات كتير جدا. المهم انت لو انت اللي هتقدم وهتقعد قدام الكاميرا ديت، مهم تبقى عارف انت بتحب انهي موضوع وميال ليه، وتبدا فورا بالحاجه اللي انت بتحبها. يبقى رقم واحد عشان احدد الموضوع، اشوف الموضوع اللي انا بحبه. رقم اتنين، انا عايز اعرض الموضوع ده ازاي، ايه طريقة العرض. كل الحاجات دي يا شباب قواعد كده بنحطها قدامنا زي الخريطة كده. ترسم الخريطة قدامك، حلو، عشان تبدأ تكتب السكريبت. عايز مثلا نقول انا هتكلم بأني طريقة. هل هعرض الموضوع بتاعي بطريقة فيها جدية او طريقة بحث، ولا هعرض المحتوى بتاعي بطريقة فيها شوية من انواع الكوميديا؟ لان هي هتفرق، طريقة الكتابة هتفرق، وطريقة القائك انت كمان هتفرق في المحتوى بتاعك. فمهم جدا قبل ما تمسك القلم وتحطه على الورقة تبقى عارف الموضوع اللي هتتكلم فيه، واللي يفضل يكون شبهك. تاني حاجة تبقى عارف انت هتتكلم بأني اسلوب. تمام. بعد كده هنعمل حاجة اسمها طريقة عرض الموضوع اللي احنا اتكلمنا عنه. بعد كده هنشوف بعض الزملاء من على اليوتيوب. مثلا انا هتكلم عن الكورة، فانت لازم الاول تتفرج على كل الناس اللي على اليوتيوب اللي اتكلموا عن الكورة. بيتكلموا ازاي، بيعملوا ايه، شكل الكادر عامل ازاي، الكلام اللي بيقولوه، الكلام اللي بيقولوه عامل ازاي، بيتكلموا بسرعة ولا بيتكلموا بالراحة، بيتكلموا بأسامي الناس ولا بيتكلموا بيحطوا تواريخ. ومش شرط يكونوا مصريين بس، هات قلب وسع مداركك وشوف، لان في كل حتة تاخد خبرة. تمام. اتفرج كتير جدا، دي قاعدة، اتفرج كتير جدا وادي لعينك خبرة، دي مهمة جدا. وادي لودنك خبرة، تعرف بيتكلموا ازاي. عندك مثلا اجانب، اتفرج على الفيديوهات بتاعتهم، اتفرج شوفوا الطريقة بيتكلموا بيها ازاي. دي مهمة جدا ان انت تاخد خبرة من الناس التانيين، ما تجيش تنعزل. حاجة مهمة بقى، لان في ناس بتقع فيها وانت بتتفرج على غيرك، اوعى تقلد حد. اوعى تلاقي واحد ناجح بطريقته فتقول انا هقلده، لا، هو ما قلدش حد عشان كده نجح. اعيدها لك تاني، هو ما قلدش حد علشان كده نجح. انت لو عايز تنجح ما تقلدش حد، اتكلم بطبيعتك وبطريقتك اللي ربنا خلقها لك. زي ما بتقعد كده مع اصحابك على القهوه وتتكلموا عن الكوره، او تتكلموا عن ظاهره طبيعيه، او تتكلموا عن كارثه، او تتكلموا عن سياسه، او تتكلموا عن كذا. شوف انت بتتكلم ازاي، والغي كل اصحابك ومعارفك واللي في الشغل اللي انت قاعد معاهم، الغيهم وحط قدامك كاميرا وكشافين والحاجات دي كلها. برضه على فكره الموضوع ده كله والتسطيب ده كله هنتكلم فيه في حلقات جايه، لان احنا واخد صناعه المحتوى من اوله لاخره. طيب، يبقى هتتكلم بطبيعتك. بعد ما تتفرج على زمايلك على اليوتيوب تشوفهم عاملين ازاي وبيتكلموا ازاي، انت شوف طبيعتك. بعد كده قلنا البحث البحث البحث. ما تعتمدش على خبرتك الشخصيه،
ما تعتمدش ان انت قعدت مع 2 3 فقالوا لك معلومتين فخلاص انا كده هطلع اعمل حلقه. لا، ابحث كويس جدا. عندنا دلوقتي الجوجل ومواقع الذكاء الاصطناعي بقت توفر لنا سكريبتات جاهزه. بس انا انصحك برضو لو هتاخد سكريبت جاهز وتقوله، لازم تحط الاضافه اللي تناسبك انت. زي ما قلت لك، اتكلم بطريقه شبهك، اللي يقعد يحس مثلا انا اسمي اشرف، اللي قاعد ده اشرف اللي بيتكلم، مش بيتكلم على لسان حد. تمام. فالبحث كويس جدا، تبحث في المواقع كلها، تبحث على الانترنت، تبحث على في جوجل، تبحث على في الفيديوهات اللي اتكلمت في الموضوع بتاعك. ويفضل لو في بعض المواضيع بتحتاج كتب، يعني لو انت مثلا هتتكلم عن مواضيع علميه او مواضيع طبيه، دي محتاجه كتب. لو انت هتتكلم عن مواضيع تاريخيه، دي محتاجه كتب. تمام. النت متوفر فيه وكل حاجه، ولكن لما بتجيب بيبقى عندك مصادر كتب، الموضوع بيبقى له قيمه عاليه جدا. بعد كده هتحدد العناصر اللي هتتكلم فيها. يعني مثلا انا الفيديو بتاعي ده دلوقتي مثلا قعد 10 دقايق ولا 15 دقيقه، مش معقول هكتب ال 15 دقيقه كلمه كلمه. يفضل ان انت تكتب العناصر الاساسيه. حلو. وما تعتمدش على الارتجال، لان دي هتوقعك مهما كنت شاطر في الموضوع دوت، ومهما كنت محترف. ولو بتقول مثلا انا بقعد مع اصحابي على القهوه ولا في الشغل، ممكن اقعد ساعه اتكلم عن الكوره او في السياسه، هتيجي قدام الكاميرا صدقني هتلاقي الموضوع مختلف، وهتلاقي الجمهور حاسس ان انت تايه، فهيقلب على طول. هو مش هيكمل معاك دقيقتين ثلاثه يقول لك لا يا عم الراجل دوت طالع يهري بالبلدي كده. لكن لما يلاقي نفسك منظم، ويشوفك بتتكلم في عناصر وبتطلع من عنصر تخش في عنصر جديد، تمام، ما بترجعش تاني للاولاني، هنا هيعرف ان انت حد منظم وان انت حد فاهم. وهيبقى في ثقه في الكاميرا، هبقى ماسك كده الفيديو بتفرج وانا عندي هيبه من ناحيتك. فمهم جدا تحدد العناصر اللي انت هتتكلم عنها، وبعد كده تخش جوه العناصر ترتجل براحتك، بس يكون مدي نفسك مساحه صغننه خالص عشان اللي قدامك ما يزهقش وما يحسش ان انت بتملى الفيديو على الفاضي. بعد كده وانت بتكتب السكريبت ده هيفيدك جدا ان انت مهم تحط بعض الصور او بعض الوسائل اللي هتساعدك. تمام. لو انت مش محتاج خلاص، بس يفضل ان انت تحط العناصر تحددها وانت بتكتب سكريبت. مثلا هتقول ايه، ولو انت تتكلم عن الكوره مثلا، ممكن مثلا في الجمله ديت انا عايز مثلا على الناحيه ديت او الناحيه ديت اجيب مثلا صوره كوره وهي داخله جون. دي هترفع معاك ايقاع الفيديو، هتخلي اللي بيتفرج على الفيديو ما يملش. دي مهمه جدا. بعد كده لما بتيجي تكتب حضرتك السكريبت، بتكتب بفقرات طويله، يعني انت مش هتكتب كلام صغنن تقرا، لا خلي الكلام كبير كده. زي مثلا سكريبتات انا جايبها هنا اهي، دي كلها انا كاتبها، مش عارف الكاميرا هتنفع تجيبها ولا لا. اهي فقرات كبيره، تمام، عشان تقدر تقراها اهي. يعني حاجات زي كده مثلا، يعني مثلا ده سكريبت انا حاطط فيه صور. حلو. عشان لما يروح للمونتاج يبقى عارف ياخد الصور ديت. الصور دي بعد ما هنخلص كلها يحطها. تمام. وممكن اهي، بص الجمل كبيره قوي، تمام، بحيث وانت ممكن تقرا وممكن تعمل قط وترجع تاني. ماشي. يعني مثلا انا هديكم مثال دلوقتي. انا مثلا كاتب قلت ايه، ويتحدث الاستاذ الجليل احمد لطفي السيد. انا كده طافي الكاميرا، انا كده بسجل قدامك اهوت. حلو. هقولها لكم وهقولها لكم من غير مونتاج. يتحدث الاستاذ الجليل احمد لطفي السيد في كتاب قصه حياتي. هقلب واجي قدامكم، ويتحدث الاستاذ احمد جليل في قصه حياتي اهو. فانت في المونتاج بتشيل القطعه ديت وبنلاقي الكلام كله ايه، متنظم معانا. بعد كده من النقط المهمه جدا في السكريبت بتاعنا، ان انت ما تعيدش العناصر اللي انت قلتها، ما تقعدش تزيد وتعيد في نفس العنصر، لان ده بيزهق المتفرج. حاول الفيديو ما يكونش طويل قوي، او لو طويل يبقى مليان معلومات، بحيث ان انا مثلا يبقى الفيديو بتاعي مقسم لاربعه. انا السكريبت بقسمه لاربع مراحل، ادي اول مرحله، تاني مرحله، بحيث ان انا ايه ما توهش وما الاقيش نفسي في الاخر بعيد اللي انا قلته في الاول. موضوع سهل جدا وبسيط، محتاج بس ان انت تمارس كتير، محتاج تمسك القلم والورقه وتكتب جامد. وهديك شويه تمارين هتساعدك كويس جدا. تمام. هتخرج منها، يعني عايزك تقفل الحلقه ديت وتعمل التمرين اللي هقول لك عليه دوت. عايزك تتفرج على اي حلقه، فلنفرض الحلقه اللي انا قلتها ديت، تمسك ورقه وقلم وتكتب اللي انا قلته. هتحول الحلقه ديت من فيديو لسكريبت في ايدك. ساعتها يبقى انت كده عملت خطوه حلوه جدا. واي حلقه تعجبك في اليوتيوب او على التيك توك او على الفيسبوك تعجبك، وقفها وشغلها، حط السماعات في ودنك وامسك القلم وحاول تكتب الحلقه. مجرد ما انت صنعت سكريبت في ايدك، تمام، هنا هتحس ان الموضوع بقى سهل معاك. اعملوا التمرين دوت. وانا محتاج اعرف رايكم، اعرف كومنتاتكم، هل نكمل الكورسات دي كلها؟ لان بعد كده هنتكلم في الصوت، هنتكلم في الاضاءه، هنتكلم في التصوير، هنتكلم ازاي بالموبايل بتاعك ممكن تعمل محتوى زي دوت. لان زي ما قلت لكم ان المستقبل اللي جاي
للميديا، المستقبل للفيديوهات ديت. محدش بيفتح تلفزيون، محدش بيفتح الدش، كلنا ممكن نبقى قاعدين في البيت ماسكين الموبايلات بتاعتنا بنتفرج على اليوتيوبر وبنتفرج على التيك توك. فلازم يبقى ليك مكان، لازم يبقى ليك مكان. خلي بالك كمان سنه ولا سنتين اللي بيعمل دلوقتي قناه بعد سنه ولا سنتين هيبقى ليه مكان. مهم جدا يكون ليك مكان ويكون ليك اتصال. اشكركم ومحتاج دعمكم وتشتركوا معايا في القناه. ولو عندكم اي اسئله انا تحت امركم. تشجيعكم ده هيفرق معايا جدا. وان شاء الله نتقابل في حلقه جايه وما نتاخرش على بعض. السلام عليكم.